السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المعارف والأصدقاء والسادة الحضور. نسمع قصيدة منشورة قبل ذلك بعنوان فندق 5 نجوم، فلنستمع إليها. فندق 5 نجوم. مش عايش في فندق 5 نجوم، لا بيشوف شمس ولا قمر من الغيوم. يمكن أكتر الأيام بيتقي ويصوم، مش اضطراب لكن شبعان. هموم. ربما هو في الحبس بيترعش، واللي رماه في السجن منتعش. مظلوم فارش الأرض ونايم، نوم البردان وبرد الشتاء مقاوم. وانا وانتم قاعدين في الدفا، والبرد بيعضوا منه الخدود والقفا. طب على الأقل ومن باب المبالاة والوفا ندعي ليه بالصبر والصحة بقلوب من صفا، وندعي لأمه بالصحة والشفاء، وكل أهله بالصبر على الابتلاء، ويعيشوا في سلام آمنين، ويخلفوا من جديد بنات وبنين. واحنا وكل الأهل والمتعاطفين نفرح بعدالة القضاء المستقيم المتين، وما عندهوش خيار لا فقوس ولا تين. كلمات الشاعر البستان. استمعنا للقصيدة اللي بصف فيها بأن الحبس أو السجن والعياذ بالله لا بيشوف فيه قمر ولا يعني إلا لما بيخرج للفسحة أو لترفيه أو لكده، ولكن في الزنزانة لا بيشوف ولا كده. وفي الكلام طبعا محدود، وعيشة السجون والعياذ بالله كما قيل عنها مقبرة للأحياء واختبار للأصدقاء. وربنا يجعلنا من المتقين ويعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويختم لنا بالصالحات الطيبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.